كل عادة في حياتك بتمشي في مسار واحد: إشارة، رغبة، استجابة، مكافأة. لو عايز تكسر عادة سيئة، خبي الإشارة. عايز تثبت عادة جديدة، أول مكافأة. يعني مثلا تخيل شخص كل يوم بعد الشغل بيرجع البيت يقعد على الكنبة. الإشارة إنه يشوف ريموت التلفزيون قدامه. الرغبة إنه يفتكر المتعة اللي بيلاقيها في الفرجة. الاستجابة إنه يفتح التلفزيون ويقعد بالساعات قدامه. المكافأة إنه ياخد إحساس فوري بالراحة وينسى تعب اليوم. المشكلة إن الراحة اللحظية دي بتسرق منه وقت التمرين أو القراية أو النوم بدري. طب إزاي نكسر العادة دي؟ ببساطة، هبي الإشارة، حط الريموت في درج بعيد، أو طلع البطاريات. صعب الاستجابة، خليه يحتاج يقوم يدور على الريموت بدل ما يلاقيه قدامه. غير المكافأة، حضر كتاب بيحبه أو بلاي ليست موسيقى مريحة وحطهم جنب الكنبة مكان الريموت. كده نفس السيناريو اليومي ممكن يتحول من عادة سلبية لعادة إيجابية.